تشتهر إسبانيا بالمهرجانات والاحتفالات المدهشة وذات الجذور الضاربة في القدم. هذا نموذج من تلك الاحتفالات يعود تاريخه إلى أكثر من 532 عام. ففي يوم 5 ويوم 6 من شهر شتنبر من كل سنة يحيي الآلاف من المواطنين والمواطنات في مدينتي غواديكش وباثا ناحية غرناطة احتفال غريب للغاية. إنه مهرجان الكاسكامورراس. مهرجان الكاسكامورراس له أسطورة ترجع إلى نزاع اندلع بين مدينتي باثا وأصلها العربي بسيطة ومدينة غواديكش وأصلها العربي وادي آش أو وادي العيش. النزاع اندلع على من يحتفظ بصورة للسيدة مريم العذراء. اسم الصورة هو عذراء الرحمة. صورة عذراء الرحمة تضيف الأسطورة أنه عندما قدمت إلى منطقة غرناطة جيوش الموحدين إلى بلاد الأندلس تم تحطيم وإتلاف عدد كبير من الأصنام والتماثيل والصور. من بين الصور التي حطمت صورة عذراء الرحمة. هذه الصورة عثر عليها أحد العمال وهي مدفونة تحت الأرض بعدما مضى على الحادثة عقود طويلة، وذلك بعدما سمع نداء غريب قادم من الأسفل يقول آي الرحمة آي الرحمة. فقام هذا العامل بالنبش والحفر في مكان الصوت ليجد الصورة، صورة العذراء مريم. هذا العامل كان ينحدر من مدينة غواديكش وكان يتجه إلى العمل في مدينة باثا، فأراد أخذ الصورة إلى مدينته غواديكش، وهو ما جعل ساكنة باثا ترفض ذلك وتحرص على بقاء الصورة فيها لسبب بسيط، وهو أنه قد تم العثور عليها تحت ترابها. ولقد تم حل النزاع في المحكمة وتقرر إبقاء الصورة في باثا إلى الأبد. ومع ذلك تقرر بأنه إذا تمكن أحد الأشخاص من مدينة غواديكش من التسلل إلى كنيسة باثا دون أن يلطخ فسيكون بإمكانه أخذ الصورة المتنازع حولها إلى بلدته غواديكش. كاسكامورراس هو اسم هذا الاحتفال الذي لا يخلو من المتعة والتاريخ والخلفية السياحية. كاسكامورراس هو شخصية رجل يدخل مدينة باثا لتحقيق هدفه، أي أخذ صورة عذراء الرحمة، ما يجعل سكان المدينة يدافعون عن صورة عذرائهم عبر ملاحقته ورميه بالطلاء الأسود على طول شوارع البلدة. وبعد مرور 3 أيام دون أن يتحقق الهدف يعود كاسكامورراس إلى غواديكش دون الصورة، فيثير بذلك أيضا غضب ساكنتها التي ترميه كذلك بالطلاء وتلطخه كجزاء على عدم جلب معه الصورة. وحسب ما ترويه الأسطورة فقد فازت باثا في النهاية بالصورة، لذا فإن سكان هذه المدينة يحتفلون كل سنة بشهر شتنبر بحفاظهم على صورة العذراء، وذلك بتلطيخ أجسادهم بالزيت الأسود وبكل ما يغير لون البشرة إلى سواد. كانت هذه محاولة لفهم جذور هذا الاحتفال الكاسكامورراس الذي يلقى استحسان الكثيرين ودهشة آخرين.